هتروحي له بكره. بكر طوب هنا. بكر طوب قدم سامحوني. الو. الو. في حد سأل عليا امبارح؟ امبارح يوشع ساب لي نوتة بيقول ان ماموزيل فرانسوا ايران سألت عنك. ميرسي هنا. على فكرة انت تعرف ماموزيل ليليان فريدمان؟ ليليان؟ الصحفية دي منتظرك بقالها نص ساعة. في ايه؟ الو ليليان. الو. أدون سامحون غير معقول. سيدي المدير، ده ايه الصدفة السعيدة جدا دي. ايه الأخبار ديفيد؟ ما سمعناش عنك حاجة من مدة. تصور اني فكرت اني اتصل بيك من يومين. تبقى استقريت وعرفت صلبك كام. ابدا، كنت حاسس بالوحدة كده وكنت محتاج لشلة اسهر معاها. التليفون معاك؟ خفت ازعجك. انا يهمني انك تزعجني. ايه رأيك في يوم الخميس؟ بارتيتا كويسة. ضابط ومهندس ودكتور وانا. انت كفاية. يبقى هنتظر منك تليفون يوم الخميس الساعة 8 يناسبك؟ وهكون في انتظارك. وهو كذلك. بكر طوب. بكر طوب ديفيد. ازيك برهام؟ كنت فين امبارح ديفيد؟ في ناس كتير سألوا عليك. مش مهم، المهم انت سألت عليا ولا لا؟ هنا طلبات ادم حصرون عندي. بكر طوب مدمزيل ليليان. متهيألي نختصر الطريق ونرفع الألقاب أحسن. ده شرف كبير جدا ليا. ردودك دايما جاهزة. انا اصلي اللي في قلبي على لساني. تعرف انك شخصية مثيرة للاهتمام؟ عكس، انا شخصية مغمورة. تهيألك. ممكن تقلع النضارة؟ ها؟ ليه؟ اكيد جمالك هيزيد. معاكي مراية؟ حتى لو معايا من غيرها ما بشوفش كويس. خسارة. خسارة؟ مش هتشوفي اللي انا شايفه. اللي فهمته امبارح انك وصلت من حوالي شهر. اكتر شوية. واضح انك ليك علاقات كتير. هقول لك على حاجة وما تقوليش لحد. سر؟ انا سعيد قوي بترحيب الناس بيا هنا في اسرائيل. ياه، للدرجة دي؟ شوف انت بقى، اول مرة قابلتك فيها امتى؟ بعد اقل من 12 ساعة هنفطر سوا مع بعض. ده مش شيء يسعد؟ لا 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 لا، احنا هنفطر الاول وبعدين نسمع افكارك اللي قلتيلي عليها امبارح. حينا ما عنديش كلام نقوله اورلو. انا عندي. اقعد افطر وما تقولش حاجه، انت كلامك كتير. الكلام اللي هقوله لك المره دي هيفرحك قوي. ما تصدقهوش. مكتب سياحي مستقبله عظيم. سمعت كلامك كتير اورلو. وشريكي ابوه مليونير. ما تصدقهوش. ديفيد شارل سمحون، ابن ادم سمحون بتاع اسكندريه، سايب لي المكتب بكل حاجه، الامور الماليه وغير الماليه. وهو هيبقى له ايه؟ هيبقى له الامور الفنيه طبعا. شركات السياحه في البلد مش لاقيه شغل. عشان ما فيهمش ديفيد شارل سمحون. وده قابلته فين؟ عند يوسف الازرق على العشاء، ولد مخه زي الالماس، بيبرق بيبرق. لو سمعتيه وهو بيتكلم عن المشروع وعن، عارفه اول حاجه طلبها مني ايه؟ مش هتفطر؟ دليل بكل اسماء الشركات السياحيه اللي في اوروبا. طب وانا مالي؟ دي مش عايزه شغل.
ما تصدقهوش. المكتب محتاج سكرتيرة تعرف اسراره وتحافظ عليها. سكرتير عشان ولا علشانك؟ عارفه هو قال لي ايه؟ قهوتك هتبرد. قال لي انا مش عايز انط للقمه مره واحده، انا عايز اتسلق الجبل. هايل الكلام ده مش كده؟ قول له انا مش فاهمه انت عاوز تقول ايه. سيبي حبيبتي، انا اللي ببقى ماسك المكتب بكل حاجه فيه، المعاملات الماليه وغير الماليه والموظفين والبنوك. انت تبقي سكرتيرة المكتب ورئيسة الموظفين. المكتب يبقى بتاع مين؟ وبعدين هقول لك على سر، يوسف الازرق هيبقى المحامي بتاعنا، ما هو اللي عرفني بيه. سيبي حبيبتي، انا مش ممكن ارمي فلوسي في مشروع مش مضمون 100%. طب افرض مرضيش. بايه؟ بيا. هو مش عايز يبقى ليه دخل في المسائل دي خالص. ليه؟ هو عايز يتفرغ للمسائل الفنية، ده ابوه مليونير. وامتى الكلام ده؟ هنتقابل بكرة عند يوسف في المكتب. على طول كده؟ كلها كام اسبوع ونبقى عندنا مشروع سياحي عظيم. انت كلامك كتير. قول سيبي حبيبتي، الماما معاها حق. سيبي قول سيبي ما تصدقهوش. كل ده عظيم، وبالتأكيد دي أحلام وردية. احلام؟ طبعا أنا ما بفهمش في الاقتصاد زيك، لكن أحب أعترف لك إن كل اللي أنت قلتيه ده مرتبط بأحلامي بدرجة كبيرة جدا. لكن يفضل شيء بسيط جدا كان لازم تحطيه في اعتبارك. ايه هو؟ يعني إن التخطيط لأي مشروع لازم يكون مرتبط برأس المال. ده كلام صحيح. يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده محتاج على الأقل 50,000 دولار كبداية، ده غير المصاريف بتاعت الشهور الأولى من تكوين الشركة، وطبعا دي من غير أي عائد. انا تصورت انك تصورتي إني مليونير مش كده؟ لا، هو مش بالظبط كده، بس انت طبعا سمعتي حاجات عن حياتي. وكلها حاجات كويسة. زي ايه؟ انك اعتقلت في معتقلات الالمان والانجليز، واتسجنت كمان في سجون المصريين. عارفة ده معناه ايه؟ معناه انك مؤمن بقضية اسرائيل. معناه اولا اني فقير. عمرك سمعتي عن مناضل غني؟ ها؟ عمرك سمعتي مثلا عن واحد من عيلة روتشيلد في اي دولة من الدول شال بندقية وجاء اسرائيل عشان يحارب؟ تشيوعي؟ الغني وما بيناضل بفلوسه، انما اللي زيي بيناضل بروحه. انت شيوعي. انا اسرائيلي ليليان. انا عاوزك تذكري لي اسم واحد من اللي ناضلوا وكافحوا وحاربوا وشافوا الويل كان معاه فلوس. عايز تقول ايه؟ ابدا، انا بقول اللي بقوله لك ده علشان نحط النقط فوق الحروف وتعرفي انا ابقى مين بالظبط من البدايه. انا اسفه اذا كنت جرحت شعورك. لا، انا لو كان عندي فلوس كفايه ما كنتش دورت على شريك زي اورلو ظروف. انا اللي فهمته انك محتاج له في الاداره والاتصالات. بس في الحاله دي بقى كان ممكن اشغله عندي لكن ما شاركوش. لكن انت لازم تعترفي. بايه؟ بانك امبارح بالليل ما قلتيش الحقيقه. ايوه، وانك كلمتيني عشان كنت عايزه تشوفيني. اعترف. كده بقى نقدر نتكلم. كده بقى نقدر نتكلم في ايه يا يوسف؟ ده واحد معاه الوفات عايز يبعزقها على البنات. تفتكر واحد زي ديفيد سامحون يبعزق فلوسه على البنات؟ امال ايه الدراسه اللي طالبها من ليليان دي؟ انت سمعته زي ما انا سمعته بالظبط. وانا اعرف قال لها ايه بعد ما نزل معاها؟ الشباب زي بعض يا اورلو، الشباب مال ده ومال الدراسه. طب افرض كتبت اي كلام؟ لو كتبت اي كلام ابقى ارفضه. وعلى العموم من غير ما تضايق انت نفسك، انا هبلغه ان انت صرفت نظر عن الموضوع عشان ندور على واحد غيرك.
تعمل ايه؟ اعمل لك ايه؟ واحد سايب لك كل حاجة، الفلوس والإدارة، وفوق كده عاوز يمشي الأمور بطريقة كويسة وانت رافض. تكونش عايزه يديلك فلوسه تحطها في جيبك وخلاص. انت متخيل ان ديفيد سمحون ده غبي، ولا متخيل انه مش فاهم هو بيعمل ايه؟ ولاحظ ان انا المحامي بتاعه مش بتاعك. يعني انت عايز اعمل ايه؟ عايزك تفهم ان دي فرصة عمرك يا اورلو، لو رفضتها هتندم طول عمرك. طب هنمضي العقد امتى؟ لما نقعد ونتناقش ونشوف هو طلباته ايه. انت تعرف اورلو ظروف منين؟ قابلته في حفلة عند يوسف الأزرع. المحامي؟ هو مش محامي؟ لا هو كل حاجة، مش بعيد تكتشف بكرة انه راقص باليه كمان. بس هو محامي ما يتغلبش. وايه اخبار الطيارات الجديدة؟ لغاية دلوقتي مفيش اي اخبار عنها، ويبدو ان الامور متعثرة شوية. الكارثة هتحصل لو عبد الناصر قدر يشتري السلاح فعلا. المشكلة الحقيقية ان الطيارات الموجودة عايزة قطع غيار بسرعة، والا الطيارين مش هيقدروا يتدربوا. اظن احنا ممكن ننتقل الان الى ارض المعركة. اتفضل. اسمحوا لي اقدمكم لصديقنا الجديد كلاعبين. اولا مهندس موشى اسحاق، ثعلب في البوكر، احب احذرك منه، ممكن يخسر قدامك مرة واثنين وثلاثة، لكن هيكسب مرة ب10. في مثل عربي بيقول الطيور على اشكالها تقع. ثانيا الدكتور يوسف، ده بقى ممكن ينفعك بعد 20 سنة لما تبتدي تخلع اسنانك. وممكن ينفعك كمان لما تحب تدور على حد يخسرك. فرصة سعيدة جدا. انا اول ما شفت الدكتور يوسي تخيلت انه موسيقي، ان صوابعه صوابع فنان. يا سيدي بقى اقدم لك بقى صديقنا العزيز ايزاك بن عميتاي، رف سرن بسلاح الطيران. ده بقى اهم مميزاته انه ما بيعرفش يغش، رغم انه دايما يخسر. ده تلاقيه بس من كرم اخلاقه. ادم سمحون، انا سمعت عنك كتير قبل كده. ارجو انك تكون سمعت خير. سمعت عنك عند سيرينا أهارون. سيرينا أهارون؟ حد في اسرائيل ما يعرفش سيرينا أهاروني؟ ايوه يا جماعة، بس لاحظوا ان انا لسه اولا سيرينا مصرية زيك، بس انا اسرائيلي. سيرينا واحدة من انشط اعضاء الهستدروت، اتحاد النقابات. بالظبط كده، وهي سيدة محترمة وليها مكانتها وكلمتها كمان، وعيب قوي انك تكون موجود في تل ابيب ولا تعرفهاش. انا عموما يسعدني اني اتعرف عليها، بس ازاي؟ ما تشغلش بالك، اذا انت ما اتصلتش بيها هي هتتصل بيك. اتفضل. من الواضح انكم عارفين احنا عملنا الاجتماع ده ليه. اكيد عشان ليفي كوين. اشمعنى اكيد يا عزرا؟ صحيح انا دلوقتي ما عنديش معلومات كافيه عنه من يوم ما وصل اسرائيل، لكن انا ما زلت عند وجهة نظري. اللي هي مش مستريح له، في حاجة واقفة بيني وبينه. مش كفاية، ممكن المسألة تكون مسألة استلطاف شخصي. ما اعتقدش. يبقى لازم تحدد شكوكك فين وليه. ليفي كوهين. قصدك ديفيد شارلي سمحون؟ ايا ما كان الاسم، المهم ان كل حاجة عنه او حواليه كانت غامضة، ليها اكتر من تفسير، خصوصا حكاية المغرب دي. بالنسبة للمغرب، المعلومات اللي جات لنا من هناك بتؤكد وجود بنيامين حنانيا وعيلته لحد سنة 43. بعدها زي آلاف الأسر اللي اختفت بعد اجتياح الألمان لشمال أفريقيا. بيتهيألي ده بيتفق مع اللي قاله ديفيد، مع ملاحظة إن مفيش أي أثر لياكوف زي بقية العيلة. وده بيأكد اللي هو قاله، لأنه كان بيغير اسمه. على كل حال
احنا محتاجين لتقدير موقف سريع لأدون سمحون. ديفيد بقاله شهرين في تل أبيب، وبالطبع علاقته بالمجتمع كبرت واتشعبت. واللي اهم من ده كله انه بيكتسب اعجاب كل اللي بيقابله. وانت شايف ايه يا يوسف؟ انا شخصيا ما اقدرش انكر اعجابي الشديد بديفيد، وان خبرتي الشخصية بتقول كلام بيختلف عن الكلام اللي بيقوله ادون عزرا. ممكن توضح اكتر؟ انا شايف ان حماسه لاسرائيل مليان بالحرارة. مش في احتمال ان كل ده يكون تمثيل؟ ممكن، بس ساعات حماسه ده بيفكرني بايام حرب التحرير. وده الشيء المدهش في شخصيته. ليه؟ لان مع كل اللي شافه وكل التجارب اللي خاضها يبقى حماسه ده شيء منطقي للغاية. ايه اخبار ليليان؟ ما هي دي المشكلة التانية. مشكلة؟ انتوا عارفين ان ليليان مدربة ومثقفة وفاهمة، وبالرغم من كده سألتني احنا ليه بنشك فيه. اي خطة بنحطها له بيسبقنا ليها بسرعة، اي باب بنفتحه له بنلاقيه يدخل فيه من غير ما نطلب منه ده. وانت ايه رأيك؟ بالرغم من كل ده من الصعب ان اقول رأي قاطع في الامر. معنى كده ان احنا لازم ناخد قرار نهائي في الامر. اللي زي ديفيد شارلي سمحون لازم يكون حاجة من الاثنين. الحاجة الاولانية اللي يكون صادق في كل كلمة قالها، وانه يكون يعقوب بنيامين حنانيا، وبكده تبقى اسرائيل كسبت مواطن غير عادي. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية انه يكون يعقوب بنيامين حنانيا برضه، او اي شخصية اخرى، وان المصريين دربوه واشتروه وبعتوه لينا هنا. ايه في ايه يا يوسف؟ تفتكر ان المصريين ممكن يوصلوا للمستوى ده؟ المعلومات اللي جات لي بتؤكد ان المصريين بيحاولوا يوصلوا للمستوى ده. لا، المحاولة شيء وانهم ممكن يوصلوا للمستوى ده شيء تاني. انا خايف ان نكون بنضيع وقتنا وجهدنا. احنا كلنا عارفين المصريين كويس قوي وعارفين قدراتهم، واي تحليل علمي بيقول انهم مش ممكن حتى لو بدأت المحاولة دي من يوم ما قامت الثورة انهم يقدروا يوصلوا للمستوى ده ابدا. يعني انت متفق معايا ان احنا لازم نحط حد للمسألة دي تماما؟ ويا ترى في خطة؟ بالتأكيد. الخطة اللي اتوضعت هتحط حنانيا او سمحون او ليفي كوهين في مكانه بالظبط، وهتكشف عن شخصيته مهما كانت براعته وقوة تدريبه. عظيم. ايه هي بقى الخطة دي؟ مستعجل تعرف يا عزرا، علشان كده وقع عليك الاختيار انت علشان تنفذ الخطة. انا؟ انت بالذات اللي هتعرف حقيقته. كمان 50. كمان 50. انا بره وانا بره. روبير ما يرميش 50 من غير ما يكون ضامنهم. بس ادون سمحون؟ انا هشوفك ادم حسرون 50 آية. كلت واحد مشي. انا كمان كارت. عندك كلمة تانية يا ادم حسرون؟ نخليهم كمان 50. خليهم 100. اشوفك. معاك ايه؟ جوزين اس بالله. تكسب ادم حسرون. هارد لك ديفيد. هارد لك. ولا يهمك. فرق انت بقى الدور ده
بلاش انا هاخد كاس. انا كمان هاخد كاس مع ادون سامحون. ايزاك هيلعب بايه بعد كده؟ ما تحملش همه، دلوقتي يستلف من ديفيد. بس لازم تيجي معايا عند سيرينا اهروني ديفيد. من غير ما توجه لي دعوه ايزاك. اكيد هتوجه لك الدعوه. سيرينا ممكن تنفعك في حاجات كتير. تنفعني؟ اصل هي متحمسه ليك. وهي تعرفني منين؟ سمعت عنك من يوسف الازرع. تتعرفه؟ خلي بالك منه، ده ثعلب. انا كنت بعيد صحيح، بس سمعتها وهي بتقول له انا عايزاك تعزم ديفيد عندي هنا. هي قالت له كده؟ انا كنت متاكد، وهي كمان متاكده انه ما كانش هيبلغك الدعوه. سيرينا اتصالاتها مهمه جدا، اصحابها ناس محترمين ومعارفها كتير. اصل لسانها طويل وما بتسكتش لاي حد. كمان نفوذها في الاستدروت مش شويه. بس تعرف انك بتلعب كويس، بس ماليش حظ. ايزاك الحظ بيروح ويجي. الليله انا حظي ما كانش كويس. معاك عربيه ايزاك؟ بس قديمه شويه. احسن من ما فيش. احنا الليله خسرنا كتير، ممكن توصلني؟ اللعب. سيب الحكايه دي عليا انا. بس انت لازم تتعرف على سيرينا اهروني. انا تعبان قوي، انا خلاص مش قادر سيرينا. انا ممكن اوافقك لو انا معرفش قد ايه انت بتحب كلارا. ايوه انا بحبها واكيد بحبها، لكن اول ما اتجوزتها ما كنتش انا بحبها كده، كانت هي اللي بتحبني. كانت بتصعب عليا لانها كانت مجنونه بيا. ايوه انا فاكر الايام دي كويس قوي. انا ساعات لما كنت باخدها بين دراعاتي كنت بحس ان انا زي جذع شجره عجوزه خشنه بتضم ليها فرع اخضر. انا كنت بخاف ان لحمي يجرح لحمها. دان ما تعملش في نفسك كده. انا في الاول كنت فرحان لما كانت هي بتحبني، يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، شهر بعد شهر، سنه بعد سنه، اكتشفت ان انا دخلت مصيده من الصعب عليا الخروج منها. فجاه اكتشفت ان انا بحبها. انا في الاول خبيت عليها ما خلاش تحس الاحساس ده ابدا، لكن بعد كده ما قدرتش. كان احساس حسيت اني لازم اتمتع بيه لان ما حسيتوش قبل كده. اكتشفت ان الجيش كان واخد كل وقتي وتفكيري. ولما اكتشفت كلارا ان انا بحبها للدرجه دي. دان انت بتشك في سلوك كلارا؟ لا انا ما قلتش كده سيرينا. بتغير عليها؟ المصيبه ان هي كمان بتغير عليا. طب ايه اللي خلاك تفكر انها مش بتحبك؟ بدات تطلب حاجات كتير وحاجات غاليه، وكان بتزعل مني لما اقول لها ان انا ما عنديش فلوس. صحيح انا عارف انها شابه ومحتاجه لحاجات كتير، لكن انا ما عنديش اجيب لها الحاجات دي. لكن في غيري عنده ممكن يشتري لها كل اللي هي عايزاه. انا قلت لك ان دي غلطتها مش غلطتك، بس دلوقتي هتبقى غلطتك انت مش غلطتها هي. غلطتي انا ازاي؟ انت ما شفتش نفسك يوم السبت كان شكلك ايه؟ انا تعبان قوي سيرينا. وانا قلت لك انها مش لازم تحس انك تعبان، لا هي ولا غيرها رابينوفيتش. تقصد ايه سيرينا؟ اغلب اللي موجودين اخدوا بالهم، خصوصا يوسف الازرع. تفتكري ممكن يوسف يقول حاجه؟ مش لازم يقول حاجه يوسف، بس ممكن غيره يقول. وانت عارف تل ابيب شكلها ايه؟ ده هيقول لده وده هيقول لده، وفي الاخر سمعتك في البلد مش بس في الجيش هتبقى. قول لنفسك دان. ميرسي ايزاك. انا سعيد جدا بالتعرف عليك ادون سامحون. تصبح على خير ادون سامحون. في حاجه ايزاك؟ بس ارجو انك ما تفهمنيش غلط. في ايه؟ انت نفسك قلت ان الحظ ساعات بيروح ويجي، فانا يعني. انت محتاج فلوس ايزاك؟ مبلغ بسيط وهرده بعد اسبوعين، ويمكن قبل اسبوعين كمان.
كفايه كده؟ انا مش عارف اشكرك ازاي. اشكرني بانك ما تخسرهمش بسرعه يا ايزاك. ميرسي ميرسي خالص. تصبح على خير. مع السلامه. مين؟ عايزه؟ بقالي اكتر من ساعة ونص وانا مستنيك. ممكن تعزمني على فنجان قهوة؟ لا مش هاخد من وقتك كتير، اصلي محتاج اتكلم معاك. لكن انت عرفت البيت ازاي يا مستر ازرق؟ اللي يسأل ما يتوهش مسيو سمحون. ارجو اني ما سببلكش اي ازعاج. تاخد قهوة ولا تحب تشرب حاجة تانية؟ اللي انت هتشرب منه. مالك؟ مالك مستر ازرق؟ تعبان قوي يا ديفيد، تعبان. تاخد كاس كونياك؟ يبقى كتر الف خيرك. يا ترى ايه اللي فكرك بيا مستر ازرق؟ ما لقيتش حد غيرك قدامي. ايه؟ محتاج فلوس ازرق؟ لا بجد؟ لا ازرق؟ لا ابدا. أنا محتاج لحاجة تانية خالص. صحتك. ديفيد، انا عارف انك انت زعلان مني واخد على خاطرك. انت في الحقيقة ليك حق. انا كنت اعمى. ايوه، كان الحماس واخدني. كنت فاكر اننا راجعين للجنة وكنت خايف على الجنة من الابلسة. ما تدخل في الموضوع يا اسر. بصراحة كمان انا كنت بغير على سارة قوي منك. سارة من يوم ما عرفتك حالها اتقلب. بالمناسبة هي اخبارها ايه؟ هو عشان كده انا جيت لك. مالها سارة يا اسر؟ تسمح لي اخد كاس تاني؟ حلت والسلف. سارة مش راجعة اسرائيل ديفيد. وايه الغريب في ده؟ غريب اننا كنا متفقين انها تحصلني اول ما تاخد تأشيرة خروج. وهي خدت تأشيرة الخروج؟ مش عايزة تاخدها. يعني عزرا موجود معاه في الشقة من حوالي ربع ساعة. هو روح مع مين؟ اوكي، خليك عندك لحد ما عزرا يخرج. بعد ساعة هنعرف الحقيقة. مالك يا يعقوب؟ ايه هيكون الموقف بالنسبة لليليان؟ مالها ليليان؟ يعني لو فرضنا ان ديفيد صادق وده الشيء اللي انا بتمناه شخصيا، ايه هيكون الموقف بالنسبة لي؟ انا فهمت منك انها معجبة في شخصيته. ده مجرد تخمين. تعرف ليليان مش من السهل انها تعجب بحد. سيبها تعجب بيه، احنا خسرانين حاجة؟ يوسف، لنفرض ان ديفيد طلع صادق بالفعل رغم اني تقريبا مقتنع بالرأي ده، الا انه هيفضل هناك سؤال. ايه هو؟
هل هنقفل الملف بعد كده؟ مش قبل ما نعمل الخطوة الأخيرة. ايه هي؟ احنا لما عملنا تحرياتنا عن ديفيد شارلي سمحون او ليفي كوهين في مصر كان وجوده له تأثير كبير على نتائج التحريات. مش فاهم. ممكن توضح اكتر؟ احنا لو عملنا تحريات جديدة وعلى مهلنا وبشكل مختلف تماما لانه مش هناك وموجود عندنا هنا في اسرائيل قطعا هنوصل لنتائج تانية. انت تعلم. ده كويس، بس انت عندك ناس في مصر يقوموا بالمهمة دي؟ طبعا ناس اذا اتكلموا او سألوا عن ديفيد او يعقوب او حتى ليفي كوهين هيكون سؤالهم منطقي للغاية. منطقي؟ طبعا لانهم اقرب الناس اليه. مين الناس دول؟ افرايم سليمون اخو سوسو ليفي، لانه كان اقرب واحد اليه لما كان في مصر. ايوه بس ابراهيم لوحده ما ينفعش. في دي عندك حق، لكن لما تبقى معاه سارة هينفع. مالك عايز؟ تعبان ديفيد، تعبان. نفسي اتكلم مع حد مش لاقي حد اتكلم معاه. عايز افضفض. الناس هنا كل واحد في حاله، محدش له دعوه باللي حواليه. طب ادي احنا اهو بقالنا هنا اكتر من شهرين، محدش فينا شاف التاني غير مره او اتنين وكانوا صدفه. حتى سوسو ليفي اختفى، مش عارف اختفى فين. انت عاوز تقول ايه؟ اصل انا من ساعه ما عرفت بموقف ساره وانا حسيت بالوحده. حتى البنك اللي عينوني فيه حطوني في وظيفه يعملها اي عيل مبتدئ. لما حبيت اسكن شقه محترمه لقيت ايجارها هياكل نص مرتبي. انا كنت عايش هناك مبسوط. كان ليا بدل الوظيفه 2 وبدل الايجار 10 وبدل الصاحب 100. تصور يا ديفيد انا من يوم ما جيت هنا. ليفي كوهين ده من يوم ما عرفناه لا بيحب حد يقرب منه ولا هو يقرب من حد، وبالذات انا. عزرا، مش ملاحظ يعني انك عمال تلف وتدور من غير ما تدخل في الموضوع؟ لاني خايف. خايف من ايه؟ خايف لا تزعل مني. ديفيد انا عارف قد ايه انت وطني ومتحمس، وعارف اكتر انت قسيت قد ايه عشان خاطر الوطن ده. انما ايه؟ ديفيد انا عايزك تساعدني. اساعدك؟ مفيش حد في اسرائيل كلها يقدر يساعدني غيرك. في ايه؟ في الخروج من هنا. ما انت ممكن تخرج في اي وقت. اشتري تذكرة على اي. لا يا ديفيد مش كده، مش ده. ما تقول انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ انا عايز ارجع مصر. مفيش حد عنده خبرة قدك في المسائل اللي زي دي، ثم انك تعرف المصريين كويس وتقدر تدلني على اي حد. ديفيد ارجوك افهمني، انا خلاص تعبت. عزرا اوعى تكون اتكلمت مع حد غيري في الموضوع ده. انا اتكلم مع حد هنا؟ دول عصابة حبيبي، عصابة وعملوا لها دولة. طب يعني افرض طب بس ازاي هيخلوك ترجع مصر تاني؟ ما هو البركة فيك مسو سامحون، امال انا جاي لك ليه؟ طيب افرض انك دخلت مصر، تفتكر يعني يا عزرا هيسيبوك؟ يعني ايه؟ انت عارف المصريين هقولك عليهم مش يمكن يطلبوا منك حاجات. اي حاجة انا مستعد، بس ارجع هناك تاني. عزرا
عشان خاطري، شوف عشان خاطري فكر كويس قوي في اللي انت قلته. مفيش فايدة ديفيد، مفيش فايدة. انا فكرت كتير، فكرت وتعبت واتبهدلت. انت تعرف يعني ايه سفرديم واشكناز؟ يمكن انت ما تحسش باللي احنا حاسين بيه لانك ابن شارل سمحون، انما احنا سفرديم يا ديفيد، سفرديم يعني يهود شرقيين، يهود درجة تانية. بص كده لفوق، شوف الحكومة مين اللي ماسكها، مين الوزراء، مين اللي ماسكين اهم مناصب فيها. اشكناز يا ديفيد، اشكناز يعني يهود اوروبا، يهود درجة اولى. انما احنا ابدا، احنا صفر، سفردين. صراحة يهود العرب ملهمش اي قيمة، ملهمش لازمة، عشان كده هسيبها لهم محروقة يبلوها قدام ميتها. اهدى يا اسر عشان خاطري، مشكلة صحتك يا اخي، مش كده. كنت عايش في مصر، مفيش فرق بيني وبين اي مسلم او مسيحي، او باجي هنا الاقي ديفيد ارجوك تساعدني. اساعدك بس بشرط. اي حاجة انا تحت امرك، بس ارجع هناك تاني. ما تقولش كلمة من اللي انت قلته هنا لحد تاني. لك عليا ده واحلف لك بقى. مش عايزك تحلف لي باي حاجة، انا مصدقك، بس خلي بالك دي مش لعبة. طيب هترد عليا انت؟ يعني اديني فرصة بس، يعني ارتب لك الامور. اشكرك يا ديفيد، متشكر. انا مش عارف اشكرك ازاي. انت تشكرني بانك تقفل بقك ده، فاهم؟ وما تتصلش بيا قبل اسبوع. ديفيد، تفتكر انا عندي حق؟ ما تفكرش كتير يا اسرع. يلا تصبح على خير. شالوم.